امام عاشور بعد ما الدنيا بتهدى معاه كل مره بيرجع تاني يركب الترند، بيرجع باي لقطه. امام عاشور النهارده في ماتش الاهلي وسموحه، الماتش خلص 2-0. الاهلي سجل الهدف الاول في الشوط الاول، محمد مجدي قفشه. في الشوط الثاني امام عاشور سجل الهدف الثاني والاهلي بيفوز 2-0، بيحتل المركز الاول 15 نقطه بعد ما لعب 7 مباريات. النهارده امام عاشور اثار الجدل بلقطه يعني ما بنشوفهاش منه. يعني الاحتفال، طبعا هو بيحتفل احتفالات كتير، بس النهارده بيحتفل احتفال مختلف عن كل مره. زي ما انتم شايفين بعد ما سجل الهدف الثاني احتفل انه طلع بالونه بيضه من الشنكار ونفخ البالونه، وبعدين ما سابش البالونه تطير. انا بشوف مثلا في لعيبه كتير بتعمل الحركه دي بس بيخلي البالونه تطير وخلصت. لا، ده امام عاشور يعني باين انه قاصد، يعني واخد البالونه وتحت الستارز بتاع الكوتشي وداس على البالونه قطعها. ممكن في قصدين، في ممكن فكرين، واحد هيفكر في الفكره دي وفي واحد هيفكر في الفكره التانيه. بديهي جدا الكل هيفتكر الرسالة والاحتفال موجه للزمالك، لانه يعني هو كان في النادي الزمالك. بس اشمعنى النهارده هيحتفل بالطريقة دي بالونة بيضة؟ ما كان ممكن من اول ما يروح الاهلي يعمل الاحتفال ده. يعني ممكن كمان هو اللي خلى الوقت ان يعمل الاحتفال ده النهارده للزمالك، انه تخطى عدد مساهمات التهديفيه مع الزمالك. مع الزمالك كان مساهم في 26 هدف، اما مع الاهلي النهارده بعد ما سجل هدف يكون كده مساهم في 27 هدف. امام عاشور لعب 62 مباراه مع الاهلي، 14 هدف و13 اسيست. اما مع الزمالك كان 102 مباراه، 15 هدف و11 اسيست، فبكده يكون 26 مساهمه تهديفيه. ده تفكير وده اعتقاد، والبديهي جدا ده التفكير، اول تفكير بيجي في كل دماغ الجماهير اللي بتتفرج على الماتش. بعدين في تفسير تاني للاحتفال، ممكن في ناس ما تاخدش بالها او مش متابع. عندنا كان من كام يوم كان في يعني كلام طلع من ممثلة اسمها منى فاروق، عندها 29 سنة. في ناس ممكن تبقى عارفاها او ابحث عن النت هتعرف مين هي منى فاروق، هتعرفه. منى فاروق دي طلعت من كام يوم على التيك توك واتكلمت، بس ما قالتش اسماء. اتكلمت وقالت حاجات عن لاعب كرة قدم مصري وايه اللي حصل ما بينها وما بينه. فتعالوا مع بعض كده نشوف ايه اللي اتكلمت عنه منى فاروق وقالت ايه بالظبط. تعالوا نشوف. عشان انا ضد ان انا اتكلم على ولية، فاكيد هو المريض النفسي هو اللي اتكلم عليا، واكيد هو اللي فاهمها يا حبيبتي ان انا بجري وراه وبحبه. مش مدياله بلوك ومدياله بالجزمه. مش لما هو اتجوز وجي قال لي نتصاحب اديته بالجزمه. مش لما انا واول مره اقولها كان بيجري ورايا وكان بيجي لي الساحل وكان بيجي يبوس ايد ماما علشان يتجوزني وانا ما كنتش شايفاه عشان عيل صغير واصغر مني. نعمل ايه بقى؟ ومش عاجبني، وقلت له احنا مش هنرمرم، مش هاخد عيل صغير. فراح بقى صاحب واحده ويعني مقعدها في اوضه ومش عارفه اتجوزها ولا ايه، والله اعلم. والبنت بقى وهي بتتحقق معاها ولا متسرب لها يعني مكالمه، فبتقول ده كان مصاحب منى وحتى منى ما عجبتوش وكانوا مع بعض في رمضان. واستغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. اهو ده بقى ايه؟ رمي المحصنات. ده بقى اللي اسمه جهر بالمعصيه، وده اللي اسمه فسق وفجور. لعيب الكوره ده ما بيتحاسبش ليه؟ لعيب الكوره ده انا ما كنتش مصاحباه، انا كنت مرتبطه بيه وهنتجوز، بس انا ما بحبش العيال الصغيره. كان بيجري ورايا فقلت خلاص اعمل فتره خطوبه، ولما اكتشفت ان هو بتاع نسوان وقليل الادب وبيشرب حاجات مش ولا بد سبته. الناس المحترمه اللي طرحه تقول كانت مرافقاه، لا ما برافقش حد يا حبيبي. انا لما برتبط بحد برتبط بيه قدام الناس كلها. بما انك وصلت لك معلومه ان انا مرافقاه يعني انت شفتنا مع بعض. بما انك شفتنا مع بعض يعني احنا مرتبطين، اكيد مش هنظهر مع بعض واحنا متصاحبين. اتقوا الله. ولعيب الكوره اللي انا بتكلم عنه ده غير اللي كان خطيبي، عشان بس ايه هما اتنين. لعيب الكوره الشمال ده راجل لسه متجوز جديد وحسبي الله ونعم الوكيل فيه عشان بيتكلم عليا.
وانا لو شفته في حته هديله بالجزمه على وشه. كمان عندنا التصريح بالظبط مكتوب بقى علشان ايه، ممكن في حد ما ركزش في الفيديو. قالت ايه؟ لاعب الكرة اللي متسرب له كان عاوز يتجوزني وانا رفضته لانه اصغر مني، كنا مخطوبين واكتشفت انه مش كويس وبيشرب حاجات وبتاع نسوان وكان بيبوس ايد امي عشان يتجوزني. اللاعب ده ما بيتحاسبش ليه؟ ده واحد ما يعرفش ربنا. تمام؟ ده كده كلام منى فاروق، بس هي ما قالتش اسماء. تقصد مين؟ ما نعرفش. بس اللي اثبت الكلام على امام عاشور انه رد. يعني امام عاشور مركز قوي في السوشيال ميديا، فزي ما انتم شايفين بقى الرد. يعني ما اعرفش، امام عاشور كان ممكن حركه ذكيه منه ما يتابعش، ما تركزش مع السوشيال ميديا. انت كده مركز فين؟ مركز في الكوره ولا مركز في الكلام اللي بيتقال؟ بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لم نفعل وتجاوز في حقنا وأنكر ما فعلنا من خير. حسبنا الله في من أذانا، حسبنا الله في من كذب علينا ومن ادعى أننا ظالمون. إمام عاشور ثبت على نفسه توجيهات الكلام انه كان فعلا هو المقصود من منى فاروق. عندنا قبل كده كان برضو كان في صورة اتاخدت برضو مع منى فاروق، في واحد كان جنبيها معرفش ده، مش عارف ده مين ممثل معرفوش، وامام عاشور كان متصور كمان في الصورة. امام عاشور بيثبت كده على نفسه بالستوري اللي نزله على الانستجرام الرد اللي قاله، وكمان الاحتفال بتاع النهاردة. يعني احتفال النهاردة قلنا التفكير الاول البديهي اللي هو نادي الزمالك، بعدين لما نفكر طلع بالونه من الشنكار، بالونه بيضه ونفخها زي ما انتم شايفين واقف بيتصور، وبعدين نزل البالونه تحت رجله وفرقعها. فامام عاشور بيبعت رساله، بيوجه الرساله للي كان بيتكلم عليه وهي منى فاروق. فامام عاشور مركز قوي بره الملعب، بره كل يعني المفروض هو تركيزه تدريبات، النظام الغذائي، النوم امتى، الصحيان امتى، الحاجات دي. بس انت حياتك لاعب كرة قدم، انت في النادي الاهلي مش في اي نادي. يعني انت المفروض تركيزك كله انت على النادي الاهلي، مجهودك كله يطلع للنادي الاهلي وتطور من نفسك بس. فاكتبوا في التعليقات برضو رأيكم في اللي حصل النهاردة. اللي عمله امام عاشور هو صح ولا غلط، ولا هو قصده انه بيحتفل احتفال عادي جدا؟ وشفنا بعدها كمان احتفل على طريقة اللي هو بتلاقي اللي هو فيه صورة انتشرت اللي هو شيل جاي، اللي هو يحط ايده في الشورت كده ويحتفل. برضو كان احتفال ده منتشر جدا وترند. فامام عاشور هو كان بالنسبة له بيعمل الاحتفال ده كتقليد لعلي البليهي او نكونكو، او بيقصد بيه رسالة بيوجهها للزمالك او منى فاروق اللي اتكلمت مع ان امام عاشور المفروض الطبيعي اي لاعب بيعمل كده انه ما بيركزش مع اللي بيحصل بره كرة القدم. طبعا ما تنساش اهم حاجة اللايك للفيديو لو انت من عشاق ومشجعين النادي الاهلي. والنهاردة يعني الاهلي بيأدي اداء قوي جدا. شفنا اصابة يحيى عطية الله واشرف داري، اشرف داري لسه في بداية مشاركاته، وكولر بيحاول انه يرجع تاني للمستوى بعد خسارة مباراة شباب بلوزداد الاخيرة. فكولر بيحاول انه يصالح جمهوره مرة اخرى. ده كان فيديو النهاردة، سلام عليكم.